اقعدي يا طنط، تشربي ايه؟ لا ولا هشرب اي حاجه. يعني ما كلمتنيش ولا طمنتيني ابنك عمل ايه في الثانويه العامه؟ انا قاعده قلقانه ومستنياكي تطلعي تقوليلي. هقول لك ايه بس؟ ده انا منعت نفسي ان انا اطلع لك عشان ما تسالنيش السؤال ده. ما جابش مجموع خالص، اتحسد. قلتلك 100 مره خدي بالك وبطلي طول ما انتي ماشيه تفضلي تقولي انا ابني رياضي، ابني بيلعب كوره، جبتيله العين. قلتلك 100 مره احنا ما نعرفش العين بتيجي منين ولا ازاي. انتي كنتي معاكي حق وانا الغلطانه، مش عارفه انا ما سمعتش كلامك ليه. ايوه يا ماما، بس هو حرفيا ما كانش بيفتح كتاب، هيتحسد عليه. انا مش فاهمه، هو اللي ما كانش مركز في مذاكرته بس. وانتي ايش فهمك؟ الحسد مذكور في القران، والناس كلها بقت عباره عن عيون واسعه وبتبص وبق بيتكلم ويحسد. لا بصراحه يا ميليسيا، مامتك في الحته دي معاها حق. الناس بقت بشعه، بيحسدوا على اي وكل حاجه، فاضل حتى يحسدوكي على النفس اللي بتتنفسيه. انا بنتي كانت رايحه معايا الفرح ومتشيكه ولابسه وزي القمر، واحده صاحبتها شافتها قالت لها ايه القمر ده، انا معرفتكيش. بنتي قامت هوب وقعت على الارض، ما قامتش. اهو اتفضلي. بعد كده لما اقول لحد فيكم احنا محسودين والناس مش سايبانا في حالنا، محدش يفتح بقه. طب ما يمكن يا طنط ان هي كانت لابسه شوز جديده، كعب عالي كبير، طبعا ما جربتهاش قبل الفرح وما كانتش مريحه، فاول ما راحت الفرح وقعت بيها. بتحصل معانا كلنا. طبعا انا مصدقاكي. وبعدين هو انت ناسيه اختك؟ ده الناس كلها كانت بتحلف بعودها وجسمها. واحده صاحبتها من ام عيون واسعه شافتها قالت لها حبيبتي انت بتحافظي على جسمك ازاي؟ ومن يومها مش عارفين البنت ايه اللي جرالها وجسمها ماله باص كده ليه. لا يا ماما، هي ما تخنتش من الحسد، هي من ساعه ما فسخت مع خطيبها وهي مكتئبه، فطول الوقت بتهرب من التفكير واي حاجه مضايقاها بالاكل، فطبيعي ان وزنها يزيد. بيحصل واكتر من كده. انا بنتي على ايدك كام مره جالها عريس ويبقى الموضوع خلاص بيكمل وعمالين نشتري ونحضر ونتكلم، يعرف بس واحده ولا اتنين من صحابها. انا مش هنسى واحده فيهم قالت لها ايه ده، انت كده هتبقي اول واحده تتخطبي فينا. ومن ساعتها الموضوع اتقفل، ما اتفتحش تاني، كأن العريس حتى ما دخلش بيتنا. طبعا الحسد يعمل اكتر من كده. ده انا كان في واحده صاحبتنا ناديه، لو تفتكريها، بتاعت النداء الآلي ايام السنترال، كانت تدخل البيت من هنا، اسأليها وهي قاعده، كانت تمشي البيت يقوم هوب حريقه يولع نار، ادب خناقه انا وابوهم، كنت ابقى عايزه اسيب البيت. ما تقوليليش، انا عارفه كويس قوي الناس اللي تدخل البيت تولع الدنيا حريقه وتمشي. ايوه ماما، بس انتي وبابا على طول بتتخانقوا لغايه النهارده الصبح وما كانش حد داخل البيت، هيكون مين بصلنا يعني فاتخانقتوا بعدها؟ انتوا بتتخانقوا في كل واي وقت. لا طبعا، خناقاتنا انا وابوكي العاديه ما كانتش بتبقى بالمنظر ده، دي كانت بتبقى خناقات غير. بقولك كانت تدخل البيت يولع نار. وبعدين انتي ناسيه لما جت زارتنا وبعد ما مشيت على طول البيت غرق ميه؟ هتفسريها بايه دي كمان؟ ايوه يا ماما، انا فاكره لما الميه كانت مقطوعه في البيت وسيبنا الحنفيات كلها مفتوحه ونمنا، ولما الميه رجعت كنا احنا نايمين، فطبعا صحينا لقينا البيت كله غرقان. ايه علاقه الحسد؟ لا بقولك ايه يا ميليسيا، ما تجادليش. نيني ده ينفع في اي موضوع غير الحسد، ده العين فلقت الحجر. انا جوزي كان شغال بره مصر وكل الناس فضلت تقولي ما تخليه يشوف لنا شغلانه، ينفع نبعت له السي في، لحد ما جه قعد هنا جنبي ما انتوا شايفين. ومن ساعه حوار الكورونا لفينا كل حته نلاقي شغلانه عدله، مفيش. سيبك منها، دي عياله صغيره ولا فاهمه حاجه في الدنيا. انا بصراحه يا ميليسيا ما تزعليش مني، انا زي مامتك، انا حاساك ان انت عايزه تجادلي وخلاص. الحسد يا حبيبتي مذكور في القران، انت بقى مش مآمنه بيه، دي مشكلتك. لا هو انا طبعا بآمن بالحسد لان القران الكريم ذكره، بس انا كمان بآمن ان احنا نحط كل تركيزنا في كل حاجه انها حسد بس، ممكن يخلينا نتعامل عن الحقائق الحقيقيه والاسباب ورا اي حاجه بتحصل في حياتنا. زي مثلا ان ممكن يكون بسبب قرار غلط او الاهمال او تصرف مش سليم. في حاجات كتير قوي ممكن تحصل في حياتنا نتيجه اخطائنا، ومش بالضروره تكون نتيجه الحسد. بس مع الاسف احنا ممكن نستسهل ان اي حاجه في حياتنا نقول عليها حسد، لان ده هيخلينا ما نبررش ولا نراجع تصرفاتنا ولا نركز في ايه الصح وايه الغلط وايه اللي كان المفروض اعمله وايه اللي المفروض اتعلمه. زي مثلا المرض ممكن يكون بسبب قضاء وقدر، او ممكن يكون بسبب اهمال. زي السمنه ممكن تكون عندي مشكله في الهرمونات، او بسبب ان انا مفرطه في الاكل ومش مركزه في صحتي وباكل غير صحي. زي برضو الانسان اللي يتعرض لحادثه ممكن يكون بسبب ان هو مش مركز في السواقه او ماسك موبايله، او الغلط حتى على العربيه اللي خبطته. وعموما الافراط في تركيز في اي شيء هيخلينا نعيشه. لما نركز ان كل حياتنا بتتبني عن حسد، احنا ممكن نجذب الحسد لينا ونقتنع ان هو متحكم فينا، لان في الاول وفي الاخر انا مقتنعه ان حياتنا كلها نتاج وصنع افكارنا ومعتقداتنا. وانا شايفه ان احنا لو قريبين من ربنا وبنحصن نفسنا
وبنركز في الأسباب الحقيقية لكل حاجة بتحصل لنا في حياتنا، وبناخد بالأسباب في قراراتنا ومعتقداتنا. أنا شايفة إن في حاجات كتير قوي هيبقى سببها مش الحسد.